لو ما شفتش الفيديو اللي فات من حكاية ساكورا فروح وشوفه علشان تعرف بقية الأحداث. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هو ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، ولكن الأول ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وأهم حاجة صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نكمل حكايتنا. بعد ما أوميميا فجر المفاجأة وإنه هيحكي تاريخ فيورين عشان يوضح حقيقة إندو، بنشوف إن أول واحد وجه له الكلام هو نيري. أوميميا بص له وبيسأله بهدوء عن حجم المعلومات اللي يعرفها عن تاريخ فيورين. نيري بيتخض من السؤال المفاجئ ده، لكنه بياخد نفس وبيبدأ يحكي، وكل المعلومات اللي قالها هي معلومات كل طلاب فيورين عارفينها وحافظينها صمغ. بنشوف نيري هو بيسرب بحماس شديد وبيقول إن الحكاية بدأت من سنتين لما 5 طلاب عندهم نفس الطموح والأهداف دخلوا مدرسة فيورين اللي كانت في الوقت ده معروفة بإنها أسوأ وأوحش مدرسة للجانحين، مليانة مشاكل وخناقات وهياطات وكل حاجة. وإن المدرسة وقتها كانت عاملة زي الغابة، كل مجموعة عاملة عصابة وبيتحارب بعض عشان تفرض سيطرتها وتبقى هي رقم 1 في المدرسة. ده غير خناقهم المستمر مع المدارس والعصابات اللي بره. الفوضى كانت هي القانون الوحيد السائد. لكن زي ما بيحكي نيري، أول ما ال5 دخلوا المدرسة كل حاجة اتغيرت. بنشوف هو بيقول انهم تحدوا كل الفصائل والعصابات الكبيره، وواحده ورا التانيه سحقوهم كلهم وما خلوش اي حد قادر يقف قدامهم. بيوصفهم انهم كانوا زي الموجه الهائجه اللي محدش يقدر يوقفها، ضرب وركل وتكسير عظام لغايه ما وصلوا لقمه هرم القوه. والاهم من كده انهم كانوا بيحولوا اعدائهم اللي بيغلبوهم لحلفاء، وبالطريقه دي نفوذهم انتشر في شتى قطاع فيورين، والخناقات اليوميه بدات تختفي حبه حبه. نيري بيختم حكايته بيقول ان في خلال سنة واحدة بس، أيوة سنة واحدة بس، ال5 دول قدروا يعملوا المعجزة اللي محدش قدر يعملها قبلهم، ووحدوا مدرسة فيورين تحت راية واحدة. ومن بعدها قرروا كلهم مع بعضهم البعض انهم هيحموا المدينة اللي هم فيها وهيبقوا درع الأمن تحت اسم المدرسة. بعد ما نيري بيخلص حكايته الملحمية دي، الكل بيبدأ يسقف له بحماس، بيقول له انه كان هيحكي بحماس لدرجة كأنه بيقدم عرض مسرحي. أوميميا نفسه بيشكره، بيبتسم وبيقول له ان ده فعلا ملخص كويس للي حصل. لكن فجأة هي راغب بيتعصب، بيقول ان كلام نيري ده بيبسط الامور زيادة عن اللزوم. الموضوع ما كانش بالسهولة دي. بيشوفوا بيزعقوا وبيقولوا انه نسي ازاي سابوا لوحده يقاتل 30 واحد في الوقت اللي هم كانوا بيقاتلوا فيه واحد ضد واحد. فتحية بيرد عليه ببرود وبيقول له انه مش مهم، لان اوميميا شكروا ومجدوا بعد المعركة، فالموضوع كان يستاهل التضحية. الكلام ده بيعصب يا رخي اكتر، وبقيادة القادة بيبدأوا يفكروا هم كمان ايه الصعوبات اللي واجهوها. واحد منهم بيقول ان كل اللي فاكره انه كان بيرسم طول الوقت، تاني بيقول انها كانت ايام صعبة بس ممتعة. لكن ساكورا بيقطع جو الذكريات وبيسأل السؤال المهم: فين الجزء بتاع الظلال؟ فين كل حكاية؟ فين قصة اندو؟ اوميميا بيبص لساكورا وبيأكد له ان الجزء بتاع الظلال ده هو فعلا حكاية اندو. اوميميا بيرجع يوجه كلامه لنيري وبيسأله هو ايه اللي يعرفه عن اندو بالتحديد. نيري بيقول له ان اي حد بيفكر يدخل فيورين لازم يكون سمع عن الاسطورة ياماتو اندو. بيوضح انه كان طالب في سنة أولى في نفس الوقت مع أوميميا وفريقه، وإنه عمل عصابة خاصة بيه مكونة من مقاتلين شرسين. وبيقول إن طريقة إندو كانت عكس طريقة أوميميا، فبينما كان أوميميا بيعمل صداقات مع أعدائه عشان يكبر فريقه، كان إندو بيحافظ على فريقه صغير. لكن الفريق الصغير ده كان قوي جدا وما كانش بيقف عند حدود فيورين، ده كان بيخرج هو ورجالته ويسحقوا أي عصابة تانية تقف في طريقهم، لدرجة إنهم كانوا بيسيبوا أماكن أعدائهم خراب ودمار كأنها أرض محروقة حرفيا. وانتشرت شائعات وقتها إن أي حد إندو بيحطه في دماغه بيبقى مصيره الهلاك، وبسبب كل ده إندو بقى هو الحائط الأخير أو العقبة النهائية في طريق أوميميا. نيري بيخلص كلامه بيقول طبعا الأبطال فريق أوميميا قدروا يتخطوا الأسطورة دي ويوحدوا فيورين في النهاية، لكنه بيستغرب وبيقول إن لو كان ده اللي حصل فليه إندو يعتبر ظل. بيكمل نظريته بيقول إن إندو رفض ينضم لفيورين بعد توحيدها، وفضل إنه يمشي ويسيب المدرسة، وإنه أكيد بيحمل ضغينة وكره لفيورين عشان كده هو ظل في تاريخهم. لكن أوميميا بيبتسم ابتسامة هادية بيقول له تحليله مش دقيق
دماغ قوي وبيفكر مفاجأتين. الاولى وهي ان اندو فريقه مش من النوع اللي بيحط في دماغه اي ضغينة او كر. والغلطة التانية وهي الصدمة الحقيقية، مش هم اللي رفضوا فيورين، هم سابوا فيورين ومشيوا قبل ما المدرسة تتوحد اصلا. يعني ما جاتش الفرصة ان اوميميا يواجه اندو. هنا الكل بيتصدم من المعلومة. نيري بيستوعب اللي بيتقال وبيقول ان ده معناه حاجة واحدة بس. اوميميا بيقول الجملة الصادمة ايوه يا نيري احنا عمرنا ما فزنا عليهم. هنا بتشوف ملامح الصدمة على وشوش ساكورا وسو، لكن اول واحد بيكسر الصمت ده هو نيري. بيشوف هو بيسأل بصوت كله حيرة، انت تقصد ايه بكلامك ده؟ ازاي ما حصلش فوز؟ القادة الكبار بنشوفهم واقفين وملامحهم جدية كأن الكلام ده فتح عليهم جرح قديم. بنشوفهم واقفين وملامحهم جدية. اوميميا بياخد نفس، بيبدأ يشرح القصة الحقيقية اللي ما حدش يعرفها. بيقول لهم ان زي ما الكل عارف هم قدروا يوحدوا فيورين ويخلوهم حلفاء جدد، وبقى هدفهم هو حماية المدينة. لكن اندو وعصابته هدفهم كان العكس تماما. بيقول ان اللي كان هم عاوزينه هم انهم يرجعوا فيورين لايام زمان، ايام الفوضى، ايام الدمار، لما كانت المدرسة مجرد ساحة قتال والكل بيحارب علشان يوصل للقمة. بيكمل اوميميا حكايته وبيقولوا انهم زمان كانوا بيقاتلوا فريق اندو مرات كتيرة، وان كل مرة وكل معركة كانت صراع يائس بمعنى الكلمة. ورغم كل المعارك الطاحنة دي الا ان مفيش ولا مرة في حد فيهم فاز او خسر بشكل واضح. وفي الوقت اللي الصراع كان داير حرفيا كان اوميميا مستمر في القتال مع بقية العصابات، وكانوا بيكسبوا حلفاء جدد كل يوم. وده خلى مدرسة فيورين تبدأ تتغير شوية شوية. النظام والهدوء بدأوا يحلوا في مكان فاضي والفوضى بدأت تختفي. وهنا بتحصل المفاجأة. اوميميا بيقول ان اندو ورجالته لما شافوا ان فيورين بدأت تتغير وتبقى مدرسة منظمة وليها هدف فقدوا اهتمامهم بيها، والمدرسة المنظمة دي ما بقتش مسلية بالنسبة لهم. وعشان كده بمنتهى البساطة قرروا يمشوا. اوميميا بيوضح انهم لما مشوا كانوا لسه شايلين جواهم نفس روح الفوضى، وعشان كده وهنا بيفهم نيري ان ده معناه انهم هم الظلال اللي اتثابت وراهم جزء من ماضي فيورين المظلم. اوميميا بيقول له ايوه بالظبط كده. هو بيقول له ان الظلال دي دلوقتي بدأت ترجع تاني لفيورين، وانه خايف ان هدفهم يكون هو تدمير كل اللي اوميميا كان بيبنيه، وانهم يرجعوا فيورين لايام الفوضى والدمار. لكن ساكورا اول ما بيسمع الكلام ده بدل ما يحس بالخوف بنشوف نظرة تحدي بتظهر في عينيه. بيقول بثقة انه لو كان ده هو اللي عايزينه فيا اهلا بيهم. هو بيكمل وبيقولوا انهم لو جايين لغاية عندهم بنفسهم فده بيوفر عليهم وقت ومجهود في البحث عنهم. وبيقول ان مهمتهم بسيطة وواضحة، مش مهم مين اللي جاي، المهم انهم يتصدوا ليهم. وفي اللحظة دي ساكورا بيفتكر حلمه وهدفه الاساسي، وازاي انه كان شايف ان الناس اللي زيه اللي مكروهين من الكل ما عندهمش حاجة غير قبضاتهم، يقدروا يراهنوا بكل حاجة عشان يبقوا الافضل. كل ده بيجدد العزيمة جواه وبيخليه مستعد لاي حاجة. وموميا بيبص لساكورا بانبهار، بيفتكر فلاش باك لما ساكورا وصل المدينة اول مرة، ووقتها كان قاعد مع كوتوها لما قالت له ان ساكورا قال لها انه جه للمدينة دي عشان سمع عن سمعة فيورين القديمة، بس هي حاسة ان ده مش هدفه الحقيقي. وقتها قال اوميميا انه بيتمنى يبقوا اصدقاء ويفهموا بعض. لما بيفتكر الفلاش باك ده بيبص لساكورا بابتسامة، وده اللي بيكسف ساكورا جدا، وبيقول له انه مبسوط جدا انه جه للمدينة بتاعتهم. ساكورا بيتحرج اكتر، وبكاسة اوميميا بتوصل للنقطة المهمة، وبيقول لساكورا ان اندو مش بيهتم بالناس بشكل عام، لكنه لقى شخص عجبه او اثار اهتمامه فهو هيحطه في دماغه. ساكورا بيتحمس وبيقول له يسيب كل حاجة عليه، بس بيقول له انه ما يسرقش منه الاضواء. اوميميا بيقول له خلصانة، بس بيقول له حاجة تانية صدمة، وهي ان اندو مش مهتم لدرجة انهم حتى ما دخلوش في قتال ضد بعض. هنا ساكورا وسو خصوصا نيري اللي بيقول له طيب ازاي وانت قلت انكم بتقاتلوا قبل كده وما عرفتوش من الفايز. اوميميا بيقول له انه فعلا قال كده وقتلوا اندو ورجالته، ولكن اللي هم ما يعرفوهوش هو ان اندو معاه اسطورة تانية. المفاجآت تتوالى على ساكورا، وبيقول له انهم اول مرة يسمعوا بالكلام ده. نيرو بيقول له انه لو في اسطورة زي ما بيقول كده فهل هو بنفس قوة اندو؟ اوميميا هنا بيرمي لهم الصدمة الاخيرة، بيقول لهم لا مش بنفس قوته بل اقوى منه كمان وبمراحل، وده هو الشخص اللي اوميميا عمره ما قدر يكسبه في حياته. الكل بيتصدم صدمة عمره، ازاي اقوى شخص في فيورين مش قادر يهزم اندو، وازاي ممكن حد يكون اقوى من الوحش ده. اوميميا بيكشف عن اسمه، بيقول ان اسمه تشيكا تاكيشي، وبيختم كلامه بجملة اخيرة بترعب كل اللي واقفين. بعدها المشهد بينتقل بينا لمكان تاني خالص، بنشوف اندو هو ماشي في الشارع بياكل ايس كريم، وبيوصل لمكان فيه دمار كبير ومجموعة من البلطجية واقعين على الارض. ووسط كل ده بنشوف شخص جديد، شخص شعره ابيض واقف بمنتهى البرود، وهو بانيكوما من الالعاب النارية. اندو بيسأله هو ليه
مجمعهم بالشكل ده، والصدمه ان الشخص ده هو تاكيشي اللي بيرد على اندو، بيقول له ان الاحسن ان الالعاب الناريه دي تطلع لاعلى مكان ممكن، بيولع في الكومه اللي بتنفجر بشكل ضخم. تاكيشي بيبص للسماء وبيقول له بخيبه امل انهم ما وصلوش للارتفاع اللي كان عاوزه، وانه المره الجايه هيحتاج يعمل كومه اكبر. الموسم خلص، ولكن يا صديقي الفيديو اللي ظاهر لك دلوقتي جبار، جرب تشوفه يمكن يعجبك.